متحف المجوهرات الملكية. وبيني وبينكم من وقت ما اكتشفت ان صاحبة القصر ده اسمها فاطمة وانا مش معترفة ان هو متحف المجوهرات الملكية، معترفة ان هو بس قصر فاطمة حيدر، لانه جسوت انا كمان اسمي فاطمة وبحب المجوهرات قوي. بس اللي اكتشفته جوه القصر ده حاجة نكدت عليا، لان هو كان في خيالي اعظم من كده بكتير. باي ذا واي اللي قدامكم دي دلوقتي فاطمة صاحبة القصر اللي اتبنى سنة 1919، واي ثينك ان هي عاشت فيه بقى لحد سنة 1986. بنات انا فاكرة ان في حدث تاريخي حصل سنة 1919 بس انا مش فاكرة هو ايه، فاللي فاكرة يا ريت تقولي ايه الحدث اللي حصل سنة 1919. المهم ان هي سابت القصر زي ما قلت لكم سنة 1986. بس الغلطة اللي عملتها وهي بتسيب القصر ان هي تقريبا وهي بتسلم المجوهرات اللي فيه، او anyway المجوهرات دي جت هنا ازاي، نسيت تقول المجوهرات دي بتاعت ايه. لان كان في واحدة جوه بتقول ان مش كل المجوهرات اللي هنا بتاعت فاطمة، وفي حاجات مكتوب عليها ان هي حاجة الملك فاروق. هما كلهم قرايب في بعض يعني عادي، بس ليه المجوهرات مش مكتوب بتاعت مين، مين اللي لبسها، مين اللي جابها لمين، اي تفاصيل من دي مش مكتوب عليها. ودي واحدة من الحاجات المملة اللي قابلتها هناك صراحة. يعني انا كنت مهتمة اعرف مين لبس العقد ده، مين لبسوه امتى، كانت ايه المناسبة، صور ليهم، اي مفيش الكلام ده كله. الحاجة كمان اللي اكتشفتها مملة وكانت غريبة شوية صراحة، ان في شوية مجوهرات من اللي موجودة في جوجل مش موجودة في الحقيقة. انا لفيت المكان كله والحاجات بجد في حاجات مش موجودة في الحقيقة. تالت حاجة مش فاكرة تالت او رابع ما علينا، بس انه جسوت بنات متحف المجوهرات الملكية مفهوش مجوهرات ملكية. يمكن هما ملكيين بس فين المجوهرات؟ يعني بجد مش عايزة ابالغ بس ممكن المكان كله فيه مثلا 20 بوكس بس، فاللي هو 20 بوكس بس وانا كنت داخله متعشمه باكتر من كده صراحه، فاحبطوني شويه. باي ذا واي لو حابين تعرفوا او تشوفوا فلوج كامل للمكان كله بادق التفاصيل اكيد هتلاقوه هنا في الاكونت وفي كل حته ليا عامه يعني، عشان انا بوديك المكان حرفيا كانك انتي اللي زرتي المكان. وبس كده، باي.